أهلا بحضراتكم مرة تانية. أزمة انقطاع التيار الكهربائي ظهر ليها بعد جديد في الأيام الأخيرة. كنا معتقدين بس إن الناس بتنضر من الحر، إن ممكن حد لا قدر الله يتحبس في الأسانسير، الناس تبقى قاعدة مش عارفة تخلص مصالحها علشان مفيش تيار كهربائي. ولكن الأزمة ما توقفتش عند كده، والتيار الكهربائي لما بيرجع واضح ان هو بيرجع بجهد عالي للغاية، لدرجة ان هو بيدمر وبيحرق عدد من الأجهزة الكهربائية. خدنا مشاركات من حضراتكم على مدار اليوم على صفحة الفيسبوك، كمان من خلال الرسائل القصيرة على رقم 92237. عدد كبير من حضراتكم اتكلم على ان الأجهزة الكهربائية اتحرقت بالفعل. الأجهزة الكهربائية اللي شاركتونا بيها الغسالة، الثلاجة. في أحد المشاركين قال إن الأجهزة اللي هي الكمبيوتر، اللابتوب بتاعه لما الكهرباء رجعت حرقت البطارية بتاعت اللابتوب، وغيرها أمثلة كثيرة من الأجهزة الكهربائية اللي بتتحرق بسبب عودة التيار الكهربائي بجهد عالي للغاية. نعمل إيه؟ ايه السبب ان هو بيرجع بجهد عالي للغايه؟ ونعمل ايه علشان نتلافى هذه الازمه؟ هل في حاجه ممكن نشتريها؟ هل في توصيلات زياده ممكن نعملها؟ بيشرفنا النهارده في استوديو زي الشمس المهندس مصطفى الطبجي، وهو احد الخبراء في مجال الكهرباء ومهندس في شركه من شركات انتاج التيار الكهربائي. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم. حضرتك مش متخيل كميه الرسائل والمشاركات اللي جايه بتشتكي من انقطاع التيار الكهربائي، ولما بيرجع يحرق الأجهزة الكهربائية. تمام. ايه السبب ان التيار بيرجع يحرق الأجهزة الكهربائية؟ احنا عندنا التيار الطبيعي في المنزل بيبقى 10 امبير تقريبا. المفترض ان انا عندي فيه محولات توزيع او محولات خدمة في الشوارع، هي المسؤولة عن توصيل تيار بقيمة معينة للمنازل. نتيجة عدم صيانة دورية للمحولات دي، الكابلات اللي موجودة قديمة، التوصيلات مش مظبوطة، فقد تكون النتيجة ان التيار يرجع بصورة اعلى. المشكلة الثانية ان المفترض ان اي بيت فيه جهاز وقاية، اللي هي المفاتيح اللي في البيوت، المفروض تفصل لو التيار علا عن 3 ثواني، تفصل البيت عن التيار. ممكن ما تفصلش. ايه السبب ان هي ممكن ما تفصلش؟ يعني عرفنا المحولات اللي في الشوارع دي، حضرتك قلت لي ان عدم اجراء الصيانه ليها يؤدي لان التيار ممكن لما يرجع يبقى بجهد عالي. تمام. ولكن المفاتيح اللي هي السويتشات اللي بتبقى في علبه الكهرباء دي ممكن ما تفصلش. ليه؟ ممكن ما تفصلش، اما التيار عالي قوي، اما هي بردك نوع رديء فهي اتحرقت، او نوع رديء فما اتحرقتش وحرقت الاجهزه. فهي اسباب متداخله شويه. أسباب متداخلة شوية. في أحد المناطق أنا كنت في زيارة لأحد الأصدقاء في منطقة التجمع الخامس جنب بيت الرئيس مرسي على طول. فالمفروض أن المنطقة دي من المناطق المحظوظة اللي التيار فيها يعني إيه ما بيتقطعش تماما. لا، هو التيار اتقطع بس مش على الرئيس، اتقطع على بيتهم ورجع بشدة كبيرة. طير له تلفزيون وتلاجة. هل كل الأجهزة الكهربائية معرضة ان هي تتحرق بالمعنى البلدي او باللفظ البلدي، تتحرق لما التيار يرجع بجهد عالي؟ في اجهزه بتبقى مجهزه باستابلايزر داخلي. تمام. ده بيظبط الجهد لو جه عالي، او التيار لو جه عالي هو بيظبطه. وفي اجهزه بيكون فيها فيوز، ده بيتحرق لو التيار جه عالي بس بيحمي الجهاز. اعتقد ان التلفزيونات الحديثه ما فيهاش استابلايزر، فممكن هو جهازه LED ولا حاجه ما فيهوش استابلايزر فاتحرق. لكن القديم كان فيه التكييفات فيها استابلايزر. ممكن الPC العادي فيه استابلايزر، الكمبيوتر العادي. طب تعالى نعدي عليهم كده، يعني خليني اقول لك الاجهزه اللي جات لنا حتى الان وتقول لي هل الاجهزه دي معرضه بالفعل للانقطاع ده ولا اتحرقت لاسباب تانية؟ احنا بنتكلم على الغسالات. في حد بعت لنا ان هي الغسالات اتحرقت. هل هي معرضه؟ الغساله معرضه، الثلاجه معرضه. الغساله والثلاجه معرضين طبعا. والتلفزيونات الحديثه ممكن تبقى معرضه، يعني ممكن حسب برضك الماركه، انها هل كل الماركات فيها استابلايزر ولا لا ما اعرفش. لكن ممكن يكون التلفزيونات معرضه. لو ريسيفر ممكن يبقى معرض برضه. الغساله والثلاجه والريسيفر. حضرتك قلت لي التكييفات لا. التكييفات لا، لو نوعه كويس مش هيحصل له حاجه. اجهزه الكيتشن ماشين، الحاجات ديت كلها تمام معرضه كل حاجه الخلاطات والعجانات والحاجات دي هي كلها عباره عن مواتير فقط لا غير. ما فيهاش اي اجهزه تحمي التيار الكهربائي. طب يعني انت اتكلمت على لوحه الكهرباء وان المفاتيح اللي فيها ممكن تكون نوعها رديء. هل الخطوه الاولانيه تبتدي من ان انا اغير المفاتيح دي واحط انواع ليها سمعتها في السوق؟ يعني هل ده يحمي الموضوع؟ الخطوه الاولى ان انا لما اجي احط مفاتيح، سواء المفاتيح السويتش الرئيسي او حتى المفاتيح الكوبس النور العادي، اختار ماركات محترمه.
ان انا لما اشتري اجهزه كهربائيه اشتري اجهزه كهربائيه كفاءه عاليه. فدي لازم احطهم في الحسبان. يعني ايه كفاءه عاليه دي؟ قصدك ماركات محترمه يعني؟ لا ولا مش بس كده. يعني اي ماركه محترمه بتلاقي على بادج كده على الجهاز كفاءته كام، ABCDE. ده بيوفر في سلك الكهرباء وتحمل الظروف الصعبه اللي بتحصل لنا هنا كده. فمحدش يبص على الحكايه ديت، كله بيشتري يقول لك هشتري جهاز ماركه كذا وخلاص، قدره كذا وخلاص، لكن لا، شوف كفاءته كام. ده بيفرق جدا في المشاكل اللي بتحصل. طيب احنا في زي الشمس نزلنا عملنا لقاءات مجمعه في الشارع علشان نعرف ازاي في نوع من انواع التجاره للمحولات الكهربائيه ولمنظمات التيار، وهذا النوع من التجاره واضح ان هو ازدهر بشكل كبير جدا في الاونه الاخيره. نتابع التقرير ونرجع نسال حضرتك ازاي ممكن نتلافى هذه المشكله. نتابع التقرير. تعرفوا ان في حوالي اخر 5 اشهر دخل مصر حوالي 105 مليون مولد كهرباء في ميناء السخنة بس، وده اللي بيسموه بيزنس الظلام. دلوقتي كله بيتجه للمولد، اذا كان في بيت، في مصنع، في محلات، لان فترات النور بقت بتقطع لمسافات كبيره. جاي من طنطا اشتري مولد كهرباء للجامع بتاعنا، الجامع الكبير بأحافة، احنا تبع محافظه الغربيه، علشان الكهرباء بتقطع كل يوم، في اليوم يمكن 5 مرات. اي حد النهارده بيحاول اللي هو يظبط ويوفر اي فلوس عشان يجيب مولد كهرباء، بالذات بقى الصيف داخل والكهرباء كل يعتبر 3-4 ساعات بتقطع. الغلبان قبل اللي معاه فلوس، يعني اللي معهوش فلوس عايز ينور، عايز الجو حر، فبالطبيعه عايز يشغل مراوح تلفزيون وهو قاعد في البيت، فلازم يشتري مولد. بالنسبه للاسعار، يعني سعر مولد يشغل مثلا 1 كيلو يشغل بيت ممكن يبقى سعره قد ايه؟ ال1 كيلو بيشغل، يعني يشغل شويه لمض، مش هيبقى عليه تحميل عالي. واصل دلوقتي حوالي 700 جنيه يمكن او 750 جنيه. النهارده المولدات كلها غاليه، ده في الارتفاع. ده المولد اللي كان ب 3000 بقى النهارده يعمل له 4000 ونص. الدولار زاد والكهرباء بتاعتها كتير. والله من ناحيه غالي بس الواحد مضطر، يعني هعمل ايه؟ دلوقتي في ناس قادره تشتري مولد ومش فارقه معاهم موضوع الكهرباء، في ناس اصلا مش قادره تشتري مولدات، هتعمل ايه بقى؟ نمسك، احنا ماشيين دلوقتي والله العظيم ماشيين بكشاف الموبايل. اللي معاه فلوس هيجيب، انما احنا لا مؤاخذه على باب الله والنور بيقطع بنبعت نجيب 3 شمعات بجنيه عشان نقعد لا مؤاخذه في قلب البيت. مولدات الكهرباء في جمهورية مصر العربية بقت بتتباع على الرصيف زي حلاوة المولد في مولد النبي وزي اليميش في رمضان، رغم ان المولد ده سعره يصل زي ما سمعنا كده في حدود الدنيا. يعني عشان تجيب واحد تشغل بيه كام لمبة في البيت 700 جنيه، وعلشان تشغل أجهزة كهربائية كبيرة زي التكييف والغسالة والتلاجة يصل إلى عدة آلاف من الجنيهات. وده اللي بيسموه زي ما زميلتنا روشان قالت بيزنس الظلام. هو ده بيزنس الظلام بجد. باشمهندس مصطفى، خلينا نكمل ونتكلم على بيزنس الظلام، واحنا هنروح لحتة المولدات، ولكن نبتدي من منظمات الجهد الكهربائي او اللي بنسميها بالانجليزي ستابلايزرز، اللي هي بتنظم الجهد. الحل ده هل هو حل كافي علشان لما الكهرباء ترجع ما تحرقش الاجهزه الكهربائيه؟ هو حل كافي ونهائي. حل كافي ونهائي، لكن يظل حل مادي، فاللي معاه هيجيب واللي معهوش هينضر. تمام. طب احنا اتكلمنا قبل ما نشوف التقرير على عدد الاجهزه اللي احنا محتاجين نجيب لها او ان هي ممكن معرضه لان هي تحرق. قلنا الغساله والثلاجه وادوات المطبخ الكهربائيه والريسيفر بتاع التلفزيون وعدد من التلفزيونات الحديثه اللي هي الرفيعه LED وما الى ذلك. انا محتاج ستابلايزر للشقه كلها ولا محتاج ستابلايزرز لاجهزه معينه؟ يعني هو طبعا ممكن استابلايزر لجهاز يبقى جهاز لواحد بس 250 واط ولا حاجه، وممكن اشتري استابلايزر للشقه كلها بيبقى 10 كيلو وات. تمام. ده غالي؟ يعني في حدود 2000 ونص 3000 جنيه. 3000 جنيه علشان يشغل الشقه كلها لو فيها تكييف كلها. يعني لو فيها تكييف تمام، او تكييفين كمان. ممكن لحد 50 كيلو وات موجود. تمام. فده بيحمي جميع اجهزه الشقه تماما من اي زياده في التيار. طيب حضرتك بتقول لي لا، في ممكن من منظمات الجهد دي في
حاجات صغيره تنفع للجهاز لوحده، للثلاجه بس، للغساله بس، للكمبيوتر الشخصي بس، يعني كده يعني. وده يبقى تكلفته قد ايه اللي هو بيشتغل على جهاز بعينه؟ هتبقى اقل من 1000 جنيه. اقل من 1000 جنيه. اقل من 1000 جنيه. يعني الاستثمار الصح يروح فين؟ الاستثمار الصح يروح لان انا اجيب جهاز ينفع للشقه كلها، ولا ان انا احاول اجمع الاجهزه الصغيره اللي معرضه للحريق على ستابلايزر صغير او منظم جهد صغير؟ ما هو دي حسب المقدره الماديه. انا لو معايا مقدره ماديه اشتري ستابلايزر للشقه كلها طبعا هو افضل واريح ان انا بعمل توصيله مره واحده وانتهى الموضوع. لكن لو العمليه ماديا مش مظبوطه يبقى اجيب لاهم حاجه عندي اجيب لها ستابلايزر. يعني انا دلوقتي في العصر الذهبي اللي احنا بنعيشه ده مش بس مضطر ان انا اجيب مولد كهرباء، ده لو انا عندي المقدره الماديه، ده انا مضطر اجيب مولد كهرباء ومنظم للجهد كمان علشان حاجتي ما تتحرقش. تمام. طيب بيزنس مولدات الكهرباء، اعرف منين انا محتاج انه مولد؟ لان المولدات واضح ان هي برضو ليها قدره وطاقه، اعرف منين انا عايز ايه؟ اعرف انا عايز اشغل ايه. كويس. يعني انا هجيب مولد عشان اشغل مروحه وتلفزيون ولمبه تقعدني بالليل عشان ابقى يعني ايه قاعد اضيع وقت. مولد لاوضه اصلا. لاوضه. تمام. ابقى محتاج مولد 1 كيلو. 1 كيلو. 1 كيلو. لكن عايز اجيب مولد زي واحد كان بيقول عايز اجيب مولد لمسجد، فطبعا الوضع بيختلف. كان في مثلا تلاقي 5 محلات جايبين مولد كبير عشان اضاءه المحل بتبقى كتيره. فاعرف انا هجيب مولد لايه، بالتالي اقدر احسب انا ايه اللي يناسبني يعني. طيب انت بتقول 1 كيلو اللي هو سمعنا عنه ده يعمل 700 جنيه. ال1 كيلو ده يكفي ان انا اشغل اوضه؟ يعني اوضه يكون فيها لمبه ومروحه وتلفزيون؟ تمام كده. ده يكفي؟ يكفي. طب والتاني بقى اللي هو علشان يشغل الشقه كلها ده يكلف قد ايه؟ لو انا عندي تكييف وعندي ثلاجه وعندي 5 كيلو مثلا او 6 كيلو لو في 6 كيلو. وممكن سعر يوصل يعني بحوالي 5000 جنيه برضو. والسعر كل يوم بيزيد وكل يوم حاجه وماركات كتير وللاسف بتلاقي فيه ماركات كتير وحاجات صيني مش كفاءه بتتحرق. يعني الموضوع برضك مفيش فيه رقابه على المولدات. طب في نصيحه معينه للناس اللي نازله تشتري منظم الجهد الاستابلايزر او المولدات الكهربائيه ياخدوا بالهم من حاجات معينه، يجيبوا بلاش انواع، مش هنقدر نتكلم عن انواع، ولكن يجيبوا مواصفات معينه؟ لا هو للاسف ان كل انواع نفس المواصفات. هو يجيبوا من تاجر يكون معروف عنه انه محترم، ده الفيصل الوحيد، لكن كل انواع نفس المواصفات. يجيبوا من تاجر يكون معروف عنه انه محترم. وانا هزود على النصيحه دي اذا سمحت لي يا باشمهندس كمان، يكون الجهاز ليه ضمان، ويكون التاجر ده مفيش ضمان؟ مفيش ضمان. يعني انا اشتري الحاجه وممكن تبوظ بعديها بكام يوم وخلاص؟ في المولدات اللي هي مثلا 5 كيلو بيقول لك مش هجربها لك. مش هجربها، يعني تاخدها تشتريها انت ونصيبك. مثلا ال 2 كيلو يجرب لك على لمبه وخلاص. فطبعا ده حسب التاجر برضه يعني. لا طبعا انا لو معايا فلوس ونازل استثمر في مولد مش هشتري حاجه ملهاش ضمان ومش هشتري حاجه مش متجربه بصراحه. هي دي المشكله ايا كان يعني. دي المشكله. ادفع شويه اكتر بس اروح لحد يجربها لي. باشمهندس مصطفى الطبجي، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا ومعلومات مفيده جدا عن الكهرباء. انا متاكد الرسائل الكتيره ممكن القادرين يقدروا يشتروا وغير القادرين زي حالاتنا كلنا يستنوا شويه. ربنا يهدي وزاره الكهرباء وتنظم التيار الكهربائي وتعمل صيانه للمحولات اللي في الشارع. بشكر حضرتك على وجودك معانا. شكرا لك. مشاهدينا النهارده واحنا بنتكلم على انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل بيدمر الاجهزه، 95% من حضراتكم شايفين ان انقطاع التيار الكهربائي بيؤثر على حياتهم بشكل سلبي، 5% فقط شايفين ان هو لا يؤثر على حياتهم. جالنا رسائل كتيره جدا، بعتذر طبعا لو ما قريتش رساله حضراتكم لان كان في كم كبير جدا من الرسائل اكتر من ان احنا نقراه في حلقه واحده. بشكر حضراتكم على متابعتكم لزي الشمس النهارده، ونشوفكم بكره في حلقه جديده. نترككم في امان الله.